أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو سمي الله وصلى على النبي. الفيديو ده يا شباب احنا نكمل كلامنا على الليست. طبعا احنا شباب الفيديو اللي فات احنا عرفنا ايه هو اللينث، وعرفنا ايه هو الاندكس، وعرفنا ازاي نطلع قيمة اندكس، وازاي نكتب ليست. فتعالى بقى نكمل الكلام ده. أنا شفت دلوقتي عملت لكم مثالين على مجموعة بيانات of integer مجموعة بيانات of string. فأنت لما تشوف عندك مجموعة بيانات فأنت تتعامل مع ايه؟ مع collection data type. طيب أنهي نوع من collection data type؟ تعال أقول لك هتستخدم أنهي نوع. طبعا زي ما قلت لكم أنت عندكم 3 أنواع، ألا وهي إيه؟ list وset وmap. إمتى هتستخدم الليست وإمتى هتستخدم الست وإمتى هتستخدم الماب؟ والله أنت هتستخدم الليست لما يكون عندك بيانات متكررة. يعني إيه بيانات متكررة؟ يعني دلوقتي عملت لكم مثال في مجموعة بيانات وهي 1 2 3 2 1 5. فأنت لاحظت إن 2 و1 متكررين عندي. فأنت أول لما تشوف عندك بيانات متكررة هتعرف على طول إن أنت هتستخدم الليست. طيب وإمتى بستخدم الست؟ هستخدم الست مثلا لو عندك كانت مجموعة بيانات مثلا 1 2 3 4 5. فأنت لاحظت دلوقتي إن البيانات اللي عندي ديت بيانات مش متكررة. طالما البيانات مش متكررة فأحسن حاجة إن أنت تستخدم إيه؟ هستخدم الست. فتعالى نقول تاني أنا ليه هستخدم الليست؟ هستخدم الليست والله علشان أنا شفت عندي بيانات متكررة، يعني الواحد واتنين متكررين عندي، فأنا عرفت على طول إن هستخدم الليست. وأنا عندي هنا بيانات مش متكررة، فأول حاجة تيجي في دماغي إن أنا هستخدم الست. طيب إمتى أستخدم الماب؟ أنت بتستخدم الماب لما يكون عندك بيانات عبارة عن key و value. يعني مثلا أنا عندي عبده ده الكي والفاليو بتاعته كانت مثلا 10، ودي مثلا بنستخدمها مثلا أقول لك كمثال إيه؟ كان مثلا درجات، فكان عبده مثلا مجموع الدرجات بتاعته 10. ده مثال يعني. المهم متركزش شوية على الماب، أنا هشرحها لك بالتفصيل. المهم دلوقتي لما أنت يكون عندك بيانات متكررة بستخدم الليست، ولما يكون عندك بيانات مش متكررة بستخدم إيه؟ بستخدم الست. ده كلام حلو. فتعالى بقى نتكلم على الليست، وهي أول حاجة عندنا في الكوليكشن داتا تايب. هنمسح الكلام ده. فأنا دلوقتي يا شباب اديتكم مجموعة بيانات، فأنت لما تشوف عندك مجموعة بيانات هيجي في دماغك إن أنت هتستخدم collection data type. أنهي نوع؟ شفت إن أنت عندك بيانات متكررة عرفت خلاص إن أنا هستخدم الليست. تكتب ليست إزاي؟ أكتب كلمة list ما بين أصغر من أكبر من نوع البيانات بتاعتي. هي البيانات دي نوعها إيه؟ نوعها integer. ليه integer؟ لأن البيانات قيمتها صحيحة، يعني 1 2، مفيش مثلا 1.5 2.5. فأنا هاجي هنا هكتب int. بعد كده بعمل إيه؟ بكتب اسم المتغير بتاعي مثلا numbers. ليه numbers؟ لأن البيانات عبارة عن numbers. بتساوي ما بين الكيرلي براكتس بحط البيانات بتاعتي. تعالى ناخد البيانات دي. تعالى نحطها. تعالى مثلا نعمل print للبيانات دي. print numbers. فدلوقتي طبع لي البيانات. طيب تعالى أسألك وأقول لك هي اللينث بتاع البيانات دي قد إيه؟ ركز جدا، أنا بقول لك اللينث بتاع البيانات. فأنا لما أقول لك اللينث هتعدهم من الواحد لحد ما توصل للنهاية. أنا مثلا عندي 1 2 3 4 5 6، فاللينس بتاعي 6. طيب قلت لك مثلا أنا عايزك تجيب لي إندكس عنصر 2 في الليست. ركز في الكلام، بقول لك إندكس عنصر 2 في الليست. مثلا ما تتلخبطش تعالى 3 عشان هي متكررة. قلت لك تعالى قول لي إندكس عنصر 3 في الليست. ركز في الكلام، بقول لك إندكس. أنت هتستخدم يا إما تقول إن ماينس 1 أو تعدها من الصفر. فلو أنت هتعدها من الصفر هتقول 0 1 2. فالإندكس بتاع عنصر 3 2. لو أنت عايز تستخدم n minus 1 فأنا قلت لك إن n عبارة عن قيمة العنصر في اللينث. وقيمته هنا كام؟ تعالى نعد 1 2 3. يبقى 3 minus 1 بيساوي 2. ولو جيت عدينا 0 1 2 فتمام جدا. طيب أنا بقى قلت لك أنا عايزك تطبع لي اللينث بتاع الليست ديت. هو أنا ينفع أعمل كده؟ ينفع أعمل كده. إزاي؟ دلوقتي بقى هنخش في مصطلح جديد وهو الدوت اوبريتور. طب الدوت اوبريتور ده بيعمل ايه ونستخدمه ازاي؟ الدوت اوبريتور يا شباب انت بتستخدمه عشان حاجتين.
يا إما أنت عايز تستعلم عن بيانات أو أنت عايز تقوم بمهام. فأنا قلت لك هنا أنا عايزك تجيب لي اللينث بتاع الليست ديت، فأنت عايز تستعلم عن بيانات، فأنت والله هتيجي في البرنت بعد المتغير بتاعك بتحط دوت. فزي ما انتم ملاحظين عندكم حاجتين هنا، حاجة شكل المفك وحاجة شكل المكعب. اللي شكل المفك دوت دي البيانات اللي انت عايز تستعلم عنها، واللي شكل المكعب دوت اللي هو الفانكشن، يعني اللي هو المهام اللي انت عايز تقوم بيها. فانا قلت لك انا عايزك تجيب لي اللينث بتاعها، فانت هتيجي بعد المتغير بتاعك تحط دوت اللينث وتعالى نطبع. وطبعا معايا 6. طب تعالى كده نعدهم، 1 2 3 4 5 6، فتمام جدا طبعا معايا. طيب ده مثال عن انت تستعلم عن بيانات، ان انا مثلا جبت اللينث بتاعي دوت. طيب انا عايزك بقى تجيب لي الاندكس اللي رقمه مثلا 5 كانت قيمته كام. طبعا ركز في الكلام هتشوف انه سهل جدا. فانت مثلا عايز تجيب اندكس عنصر معين، بتروح برضو عندك برنت النمبرز ما بين الكيرلي براكت. انت عايز تجيب اندكس رقمه كام؟ والله انا عايز اجيب اندكس رقمه مثلا 5 اللي هو اخر عنصر عندي. وتعالى نعمل برنت، فطبعا معايا 5. ليه طبعا معايا 5؟ ركز عشان الاندكس بيبدأ من الصفر، فانت 0 1 2 3 4 5. أو ممكن تقول n-1. ال n ده عبارة عن إيه؟ ال n عبارة عن قيمة العنصر في اللينث، فده قيمته في اللينث كانت 6 minus 1 بيساوي 5 اللي هو الاندكس بتاعي. طيب ديت بيانات أنا ممكن أستعلم عنها. طب إيه حوار بقى المهام اللي أنا ممكن أقوم بيها ديت؟ تعالى أقول لك مثلا أنا عايز أضيف عنصر، والله عشان تضيف عنصر بتكتب المتغير بتاعك اللي هو النمبرز، والنمبر اللي هو بيمثل اللينث بتاعتك. فأنت مثلا عايز تضيف عنصر تحط الدوت أوبريتور. عايز تعمل إيه؟ عايز أعمل آد، عايز أضيف عنصر. طب عايز تضيف عنصر حط القيمة بتاعته، حط مثلا 10. تعالى نعمل برنت للنمبر ونشوف هيضيف ولا لأ. تعالى نعمل كده. أول حاجة طبعا لي اللينس بتاعتي، بعد كده حاجة طبعا لي الإندكس، بعد كده عمل أد لإيه؟ عمل أد ل10 وحط ال10 في الآخر. ركز، حط ال10 في الآخر. طيب تعالى نكمل. طب والله دلوقتي أنت عملت أد لقيمة، فالقيمة دي ضافها لي في الآخر. أنا مش حابب إنها تضاف في الآخر، أنا عايزها تضاف مثلا في الإندكس رقم 2. الإندكس رقم 2 اللي هو إيه يا شباب؟ فهتعد 0 1 2، يعني هيتخزن هنا. أنا عايز أضيف عنصر في الإندكس رقم 2 اللي هو هيجي هنا مكان ال3. أنا والله هاجي على النمبرز، الإندكس بتاع رقم 2 أنت عايز تديله قيمة إيه؟ والله عايز تديله قيمة 9 مثلا. وتعالى نعمل برنت للنمبر دي. تعالى نشوف. فزي ما انتوا شايفين عمل لي 1 2 9، حط ال9 مكان ال3 اهوت اللي انت غيرت القيمة بتاعتها. ركز في الاندكس رقم 2 يعني 0 1 2، حط ال9 وبعدين كمل الليست بتاعته عادي. طيب والله أنا بعد ما ضفت ال9 ديت مش عجباني، عايز اشيلها. فتعالوا لك ازاي تشيل عنصر. عشان تشيل عنصر يا شباب بتعمل ايه؟ يعني دي مهمة عايز تقوم بيها. فانا بكتب numbers dot remove. remove بتسمح لك ان انت تشيل عنصر عندك. فانت عايز تشيل ايه؟ انا عايز اشيل ال9. طيب تعالى نشيل ال9 ونعمل برنت ليه. برنت مثلا للنمبر. تعالى نشوف. فزي ما انتم ملاحظين شال ال9 عندنا، ال9 مكانها اهي واتشالت عندنا. حتى برضه لاحظتوا إن في إندكس عندنا ناقص. ليه ناقص؟ لأن إحنا خلاص شيلنا قيمة العنصر دوت، شيلنا الإندكس ده. طيب والله قلت لك أنا عايزك تشيل لي ال5. تقول لي بسيط، هاجي عند النمبر دوت ريموف 5، بعدين تعالى نجيب برنت ليها النمبر. تعالى نشوف. فزي ما انتم ملاحظين شايل 5. ولاحظت برضه اللينس بتاع الليست قل برضه وشال الاندكس من 5 اهو. طبعا ده في حاجات كتيرة زي ما انتم ملاحظين، مثلا اهو عندك حاجات كتيرة جدا. ممكن بقى تقعد تجرب مع نفسك، تقعد تلعب مع نفسك كده لحد ما تتمكن من الموضوع. المهم أنا بديلك الفكرة بس. أنا مديك مثال تحت أهوت
ممكن بقى تجرب مع نفسك تضيف مثلا عنصر، تمسح عنصر، عايز تضيف عنصر في مكان معين، عايز تحول الكلمة دي لأبر كيس، عايز تخليها لور كيس، عايز تعرف اللينس بتاعتك كده بقى. هتجرب مع نفسك وشوف. وبس كده، كنا وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى تكون استفدت منه. مع السلامة.